السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة اتأخر شوية بس الحمد لله نزل اهو. هنعمل زبادي بيتي احسن من الجاهز كتير جدا طبعا، والكمية بتكون كبيرة. يعني الكمية اللي قدامكم دي كده تعمل 3 علب من الزبادي الجاهز اللي هو بنشتريه من بره، وطعمها بيكون زي القشطة اكتر من زبادي. وصفة ناجحة جدا ومضمونة، اتمنى تجربوها على طريقتي وبإذن الله هتعجبكم. وكمان لما بنصبه في الطاجن اللي انتوا شايفينه ده بيكون شكله يفتح النفس. ده كده بالفراولة. هجيب بقى كيلو من اللبن هيغلي، واول ما هيدفى كده يعني انت تحطي فيه صباعك كده بيكون قادرة تستحملي الحرارة بتاعته. هناخد القشطة بتاعته كده من على الوش مع معلقتين مع كبشتين كده او كوبايتين من اللبن، وعلبة زبادي ومعلقة من السكر علشان تكسر اللذعة بتاعة الزبادي اللي احنا بنجهزها دي كده. الخميرة بتاعة الزبادي بتاعنا انا اضربها في الخلاط او بالمضرب كويس جدا، وبعدين هننزل بالخليط على اللبن. احنا قلنا الكمية دي كيلو من اللبن او الحليب. هنبتدي بقى نضرب بالمضرب كويس جدا علشان نوزع الخميرة في اللبن، وهنجيب الكوبايات بتاعتنا اللي احنا هنصب فيها الخليط. انا حبيت عندي الطواجن الصغيرة قوي دي حبيت اصب فيها، ودي كوبايات كبيرة على فكرة. الكيلو بيعمل كمية حلوة جدا. يعني انا الكوبايات دي كبيرة، الكوباية الكبيرة اللي انا هصب فيها دي تعمل علبتين من الزبادي. لو عندك كوبايات صغيرة عن كده وصبتي فيها هيدي معاكي يعني كمية حلوة كده. عملت صبيت نص الخليط والنص التاني. ضفت صوص فراولة اي نوع يعني، او اي صوص فراولة عندك، وهتقلبيه كويس جدا وهنبتدي ننزل بيه في الكوبايات. ده بيكون طعمه زي الجاهز بالظبط، طعمه قريب كمان للزبادو بالفراولة اكتر من زبادي. طبعا الحاجة اللي في البيت بيكون طعمها احلى من بره كتير. انا هنا كده رصيتهم في الصينية وغطيت الكوبايات عندي والطواجن دي بالاسترتش. شايفين؟ هبتدي ارصها في الصينية كده، وهنضيف كوباية من المية المغلية، وهتبتدي تغطي الصينية بتاعتك بفوطة او باي حاجة، وهتدخل الفرن. هتكوني مولعاه 5 دقايق 5 دقايق وهتطفيه، وهنبتدي نحط الصينية في الفرن ونقفل عليها. هيقعد حوالي 5 ساعات وهيبقى متماسك زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا كمان دخلته التلاجة قعد شوية، قعد حوالي من 3 ساعات كده، وخرجته زي ما انتوا شايفين. بس هو قبل ما يخش التلاجة حتى بيكون متماسك وبيكون حلو جدا. شايفين القشطة اللي على الوش؟ اتمنى تجربوه على طريقتي وباذن الله يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.